السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنة وانتم طيبين. عدى رمضان علينا، كان اسرع رمضان عدى عليا، ودخلنا بقى على ايام العيد والفسيخ. قبل اي حاجة تحطوا لنا اللايك. كل سنة وانتم طيبين، وتعالوا مع بعض نفتح على الفسيخ اللي احنا عملناه. بصوا حبايبي، دوت مش اللي انا عملت معاكم، كنت اللي انا عاملاه معاكم كان كيلو 3 سمكات. فالمهم طلع لصاحب نصيبه وجبت غيره، فزودت المرة دي. بس ما رضيتش اطلعه معاكم على على القناه وانا بعمله. يعني انا طلعت اللي انا اللي هو طلع، يعني اللي صاحب نصيبه التاني ده. بصوا بقى حبايبي، نفس الطريقه برضو. انا كنت عامله معاكم 3 سمكات الاول، انا جبت بقى وبالزياده فعملت معاكم 5 سمكات، عملت 5 سمكات. بصوا الفسيخيه طريه وحلوه ازاي. هنفتحوها مع بعض قبل بقى ما نلبس الجوانتيات ونخش نذبح. فهنوريكم بس عشان الواحد ما عندوش صبر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، بس ما اقولكوش بقى زبده. بص الفسيخيه حمرا ازاي وحلوه، ولحمها جميل ازاي، بامبي وحلوه ما شاء الله، ولا ريحتها زي العسل. بس انا بصور وشاهد بتصورني وانا قاعده نقطع وناكل. بس هغسل ايدي ونلبس الجوانتيات ونبتدي نشتغل بقى. عشان زي ما قلت لكم كده هنبتدي نذبح بقى. هنسمي الله ونشيل الاول. انا الاول قبل اي حاجه انا بشيل الراس احنا محدش بياكلها، لانها كده كده بتبقى مره. يعني في ناس بتحب تاخد مصمصها، انا ما بحبهاش بصراحه، بتبقى مره زي قلتها، بتضيع حتى معاكي طعم الفسيخ. هنبتدي بقى نقشر الفسيخه كده واحده واحده. هنقشر. في ناس برضو بتفتحها وتحطها زي ما هي كده من غير، لا انا بحب انضفها خالص بحيث ان انت تاكلي ما فيش حاجه تيجي في بقك. يعني تقطعي يا دوب اللي يجي في بقك الشوك اللي بيبقى في قلب الفسيخه ده. مره تانية هنعمل معاكم فسيخ وهنجيبه ازاي واحنا بنسلخوه. بتسلخيه وبتخليه على اللحم بس كده، بتخليه يعني. بصوا بقى، انا بحب انضف الفسيخيه خالص كده. طبعا احنا مش بننضفها زي السمكه، يعني نشيل الخياشيم ونشيل الجنيحه بتاعتها والجوانح والزعانف وكده، لا. نبتدي نفتح فسيخه فسيخه ونقشرها كده ونشيل اللي فيها كده، نحطه على جنب ونحط في اطباق. طبعا انا بشتغل وما كانش حد صاحي معايا عشان ما حدش يقعد ينتش الا شهد بس هي اللي كانت بتصور. بس والله كان من جماله، كنا عايزين تاني. يعني لو في تاني كنا كلنا تاني يوم وتالت يوم، مش هنقول لا. بس يلا يا حلوه، انت وانت بتتفرجي معانا كده حطي لنا اللايك وحطي لنا التعليق بتاعك الحلو، واعملي شير للفيديو عشان يوصل للناس كلها، واللي مش مشترك في القناه يشترك معانا. والله العظيم انا من حلاوه الفسيخ والجميل بقى، يعني جميل لمرضى الضغط وغير مرضى الضغط. كان طعمه جميل وعادب كده وسط، يعني لا هو عادب ولا هو مالح، ما يأذيش. حتى لو كلتيه اول يوم العيد ما يأذيش، ما يأذيكيش. بتنضفيه حلو كده وت... وتحطيه. في ناس بتشيل الهيكل اللي جوه، انا مش بنحب نشيله، ولا عيالي بيحبوا يشيلوه. يعني هم بيحبوا يمسكوها كده يمصمصوا العظمه اللي جوه دي، الشوكه اللي جوه دي. بصوا بقى حبايبي، انا كنت عندي زيت مقدوح مكان البطاطس. الفسيخايه لما تحبي تاكليها وما تحسيش باي حاجه وما تعطشكيش، عشان ما تعطشيش ولا تمرر بقك بعد كده، تحطي عليها زيت مقدوح. في ناس بتحط عليها شطه، انا ما حطيتش عليها شطه لان انا حاطه شطتها منها فيها. لو انت عايزه تخليها حراقه بزياده بتحطي عليها شطه حمراء، وتعصري عليها الليمون وشويه بقى الحبشتكنات اللي بتبقى في حوالين الفسيخ ده. تقلي بطاطس ومقطعين خس وطماطم وخيار وبصل اخضر. انا عامه باكل الفسيخه كده ما جنبهاش اي حاجه، لو كلت معاها حاجه يبقى طماطمايه. كل سنه وانتم طيبين. وادي دي السفره بتاعتنا بتاعت اول يوم عيد. معلش هي نزلت لكم متاخر شويه، كنا بنعيد بقى وما كناش فاضيين. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وكومنت حلو وشير وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.